حاجه بتحصل معاكي في الحياه اعرفي ان هي بتبقى رساله، يعني رساله ليكي ان انت مثلا تغيري، مثلا تشوفي. اخواتي الغاليين عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. يا اهلا بالعيد وفرحه العيد. يلا بينا جوله في الجوله بقى في الشقه. اخدكم بقى كده جوله في الشقه وقولي رايكم بقى في الشقه وفي الفرش اللي انا فرشته. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم كده. طبعا لكل واحده جديده دخلت معايا القناه نورتيني وشرفتيني، وجودك كده دايما على راسي من فوق، واخواتي وحبايبي اللي معايا اللي دايما كده منوريني ومشرفيني، بتوحشوني والله. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي وارزقكم يا رب اضعاف مضاعفه، اللهم امين. بص بقى يا ست الكل، بص بقى يا ست البنات، قبل ما تبتدي في الفيديو انزلي اخبطي لي اللايك المتين بتاعك واكتبي لي كومنت حلو، واللي بتتابعيني منين، ولو انت لسه جديده معايا في القناه او اول مره تشوفي الفيديو ليا، اتمنى ان شاء الله كده انت تشتركي ان شاء الله ويعجبك باذن الله الفيديو. ولو عجبك اكتبي لي ايه اللي عجبك بالظبط في الفيديو. زي ما انتم شايفين معايا بقى هنا، كان الفيديو اللي فات كنت عملت النيش، وكنت عملت بقى الشبابيك، وكنت عملت الارض كنت مسحتها، ودلوقتي بقى انا كنت بفرش معاكم وكنت بعمل لكم بقى جوله في الشقه وكده. عاملين ايه واخباركم ايه؟ بتوحشوني والله العظيم، وببقى نفسي كده دايما انزل معاكم فيديوهات ما اغيبش عليكم. بس عايزه اقول لكم المونتاج الصراحه بياخد وقت، وانا الصراحه اليومين دول يعني الحمد لله واخده دور برضو محترم. مش عارفه برد ايه اللي بيجي في الصيف ده الصراحه. بصوا يا حبايب قلبي بقى، انا بفرد معاكم كده، حابه اتكلم معاكم شويه، يعني ندردش شويه مع بعض. عايزه اطلع على ودانكم ما انزلش من عليها. بص بقى يا ست الكل، بص بقى يا ست البنات، عودي دايما نفسك ان انت لازم ليكي كيانك، ان انت مثلا تتحبي، ان انت مثلا ما تقلليش من نفسك، ما تقلليش مثلا من لاي مواقف صعبه بتمر بيها، او اي موقف مثلا وحشه عدت عليكي، او اي ناس مثلا سماويه مثلا دخلت في حياتك وانت بتقولي اشمعنى انا، وليه هما بيتعاملوا معايا كده، وليه بيؤذوني الاذى ده. عاوزه اقولك ان دي بتبقى رساله من ربنا عشان تشوفي الناس دي على حقيقتها. شايفه نفسك ان انت مثلا قليله، لا انت مش قليله. شايفه مثلا مواقف كتيره وبتحصل معاكي انت شايفاها ان مثلا ان انا ما استحقش مثلا المواقف دي تحصل معايا. اقولك بس على حاجه، حته ان انت بيحصل معاكي مواقف ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى بيوريكي ناس على حقيقتها. في ناس تكون انت كنت انت مخدوعه فيها فاكراها كويسه، لكن بتتفوجئي بعد كده بالمواقف، وبتتفوجئي بعد كده بالحاجات اللي بتحصل قدامك، فبتظهر لك الشاشه، يعني بتظهر لك الصوره صح، بتعرفك مين الناس الكويسين الناس الوحشين، الكلام ده كله. عايزه اقول لكم والله الدنيا ديت احنا دايما لازم نتعلم منها حياه. اعرفي ان هي بتبقى رساله، يعني رساله ليكي ان انت مثلا تغيري، مثلا تشوفي الناس على حقيقتها، تعرفي اذا كان فلان بيحبك ولا بيحبكيش، فلانه بتحبك ولا ما بتحبكيش. لان احنا في الزمن اللي احنا فيه كترت فيه المشاكل، وكترت فيه حته ان الناس كلها ما يعرفوش فلان الا عشان مصلحته، الا عشان مصلحتي، اخد مصلحتي من فلان خلاص انا ما اعرفش فلان ده تاني. لو انا كلامي غلط يعني يا ريت يعني تشاركيني كده في الفيديو وتقولي رايك. انا حابه الصراحه ان انا قلت ان انا اطلع دردش مع اخواتي وكده، وحابه ان انتوا بقى يعني تردوا عليا، فاهميني؟ مش عاوزه ان انا اشارك معاكم فيديو بس، لا انا حابه ان انا اشارك معاكم مثلا مواقف، اشارك معاكم حاجات بتحصل، الحياه بتاعتنا اللي بتمشي، فاهميني؟ طبعا الطريقه الوحيده اللي انا بتكلم منكم معاها هي طريقه الفيديو، فعشان كده انا بتكلم معاكم في الفيديو، ونفسي كده انتوا تردوا عليا في الكومنتات وتقولي انا كلامي غلط ولا كلامي صح. عايزه اقول لكم العزله دايما هي انسب شيء، انسب شيء للبني ادم. انت دايما ما تختلطيش بحد، خليكي دايما مع نفسك، خليكي دايما مع حالك، فاهماني؟ خليكي او معنى اصح فلتري الناس اللي حواليكي، خلي الناس كويسه بس هما اللي حواليكي، لان في ناس كتير قوي مؤذيه، في ناس كتير قوي بتاخد من طاقتك، فاهماني؟ وعايزه اقول لك على حاجه، العمر اللي انت بتعيشيه مره واحده، احنا مش هيجيبوا لنا عمر تاني عشان نعيشه، عشان بس تبقوا فاهمين النقطه دي كويس. هو عمر واحد بس اللي احنا بنعيشه، يعني كل واحد مثلا في حياتك مثلا ناس سماويه، في ناس مثلا بتكرهك، ناس ما بتحبكيش، اقطع علاقتك بيهم. اللي بياخد الروح ربنا مش حد تاني، فاهمني؟ وطبعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مش كل الناس وحشه، في ناس كتير قوي كويسه في حياتنا،
ربنا يا رب يخليهم لنا، ومن غيرهم الدنيا صراحة ما كانتش هتمشي. بس انا بقول لكم ان لازم المواقف اللي بتحصل معاكم في حياتكم يعني خدها كأنها رسالة ليكي النهاردة. اي موقف زعلك، اي موقف حصل معاكي وحش، اي موقف انت مش عارفة تنسيه، ما تزعليش. هو ربنا سبحانه وتعالى بيظهر لك الناس على حقيقتها، بيظهرها لك على وشها الحقيقي اللي انت ما كنتش تعرفيه. خليكي دايما كويسة، ما تعامليش حد بمعاملته. بس لما تلاقي حد مؤذي لا يبقى تبعدي عنه، هو ده انسب حل ليكي. بصوا بقى، انتوا كنتوا شايفين معايا دلوقتي انا دخلت بقى اوضه النوم بتاعتي. ايه رايكم بقى؟ بحب دايما افتح كده وادخل الشمس البيت. عايزه اقول لكم ان التقفيل بيجيب طاقه سلبيه، وبتحسي على طول كده ان في مشاده في البيت، وبتحسي ان في خلافات بتحصل او الكلام ده كله. شغلي قران والله العظيم بجد يعني عن تجربه، وافتحي الشبابيك ودخلي الشمس البيت، هتحسي فعلا براحه نفسيه. بص ده كان بودي لوشن كنت انا جايباه للجسم. عايزه اقول لكم مرطب حلو جدا للجسم وحلو جدا للبشره. ايه رايكم بقى في الفيديو؟ ايه رايكم؟ معلش انا اتاخرت عليكم بقى في تنزيل الفيديوهات وكده، بس حرفيا اليومين اللي فاتوا كان الحمد لله والشكر لله ان هم عدوا على خير. كنت تعبانه وكان معرفش كان في ايه، كنت كل شويه اخش في حاجه اطلع في حاجه. بس انا بقول الحمد لله ان هي بتيجي فيا احسن ما تيجي في حد من اولادي او تيجي حد من جوزي وكده. ربنا يا رب يخليهم لنا. طبعا اكيد طبعا لو لسه يعني لو في حد مثلا بيتفرج عليه ربنا ما كرموش بالخلف الصالح، ربنا يكرمكم يا رب عاجلا كده غير اجلا، اللهم امين. لان الدنيا فعلا زينة الحياة، الدنيا المال والبنون فعلا، دي حقيقة. عايزه اقول لكم ان انا جربت ان انا قعدت سنه في حاله ما كانش ربنا كرمني، وعارفه الاحساس ده كويس. فربنا يا رب يكرمكم يا رب. وطبعا لكل اخت جديده او كل اخت مكمله معايا الفيديو لغايه هنا، الف شكر ليكي. ربنا يا رب يديمك نعمه في حياتي ان انت لسه مكمله معايا الفيديو لغايه هنا. وحابه اقول لك ربنا يا رب يخليكم ليا، ما يحرمنيش منكم. هنا انا كنت دخلت على اوضه الاطفال، فتحتها برضك ودخلت الشمس. انا عايزه اقول لكم الجو بقى حر اول يومين دول، حر مش طبيعي، حر فوق العادي. بس حرفيا الشمس بتطهر البيت وبتطهر المكان. وعزكم الله لو في مثلا كمامه في البيت مثلا لازم تطلعوها بره، لان دي برضو بتجيب برضو طاقه سلبيه للمكان. تمام. هنا بقى الحمد لله وصلنا لمرحله الرش. ايه رايكم؟ كنت جايبه الفرشه ديت من السوق. هي كانت المفروض ب70 جنيه. تمام. اللي البياضات اللي بتتحط على الانتريه وكده. الراجل اول ما قال لي ب50، فجه بعد كده بيقول لي لا ده دي ب70. قلت له لا انت قلت ب50. قال لي ب70، قلت له هي ب50. عارفين انتوا اللي هو ايه لما تيجي تروحي السوق لازم تفاصلي، فاهماني؟ وهو الحمد لله ساعتها اتلخبط وقال لي 50 الاول. قلت له والله ما هي 50، انت قلت لي خلاص 50 يبقى 50. الراجل ساعتها ما عرفش ياخد معايا ولا حق ولا باطل، فاهماني؟ طبعا انتوا هتشوفوا الفيديو ان في جزء بالنهار وفي جزء بالليل. عايزه اقول لكم ان انا قعدت 3 ايام بالظبط ما كنتش بنام، واخداها صبح وليل فحت وردم في الشقه عشان بجد اخلصها. النيش طبعا انا كنت نزلته، انا كنت جايبه معاكم لقطه لقطتين، انا كنت نزلته كله وطلعته تاني بسبب ان كان عليه كميه تراب مش طبيعيه. وهنا بقى كنت فرشت المفرش. ايه رايكم بقى؟ انا عايزه اقول لكم كان المطبخ لسه ما خلص. يعني انا كانت الحمد لله الشقه كانت خلصت، الصاله كانت خلصت، اوضه النوم خلصت، اوضه الاطفال خلصت، والاوضه التانية اللي هي اللي فيها الدولاب كانت الحمد لله خلصت برضك. بس كان فاضل بقى ايه؟ كان فاضل المطبخ. وعلى فكره دي حرفيا حقيقه، لما يكون المطبخ مش معمول او مش متنضف هو الحمام كأن الشقه ما اتعملتش. يعني بجد دي حقيقه. انتوا معايا في الحته دي ولا لا؟ يعني الاول كان زمان ماما لا إيه ربنا يا رب يخلينا ويديها الصحه، كانت دايما تقولك ايه طول ما المطبخ ما اتعملش وما تنضفش واتفرش اعرفي ان الشقه مش هتنضف. وفعلا كلامها صح. هنا انا كنت بوريكم المعطر اللي انا كنت جايباه. عايزه اقول لكم المعطرات بتاعت فريده دي حلوه جدا، وريحتها فعلا بتبقى فاقعه للناس اللي بتحب الروائح الفاقعه. بحب الروائح الهاديه الصراحه عن نفسي، بس بالنسبه للفرش يعني لما بحب مثلا افرش وكده بحب احط روائح فاقعه. هنا الحمد لله كنت خلصت المطبخ. هو كمان طبعا ما صورتش معاكم المطبخ خالص في تنظيفات العيد وكده، لان انا مطبخي كان نضيف من الفتره الاخيره وكده. وانا كنت عملت ترمس. طبعا معروف طبعا المصريين طبعا يعني اول ايام العيد لازم يبقى فيه ترمس. ايه رايكم يا جماعه في الحوض ولمعه الحوض؟ عايزه اقول لكم كروكس الالوان هو اللي بيخليه يلمع اللمعه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. والحمد لله مطبخي كان نضيف، والحمد لله كده نقدر نقول ايه يا اهلا بالعيد ومرحب بالعيد. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى امه محمد اجمعين.
طبعا بقى اللي بتوصل لغايه هنا ما تنسونيش بقى بلايك وكومنت حلو، وكملوا بقى معايا الفيديو للاخر. سهره ليله العيد، صورت معاكم بقى سهره ليله العيد نفسها. يا رب الفيديو كده يعجبكم يا حبايب قلبي، مع الف سلامه. بصوا هنا بقى انا كنت بعمل الضيافه اللي هي بتاعه العيد. كنا جايبين بقى مقرمشات ولب وتسالي، انتوا عارفين بقى عيد بقى، كل سنه وانتم طيبين. يلا مع الف سلامه. اليوم العيد، اليوم العيد، وده لبس جديد، لبس الجديد. خلينا نعيش والفرحة معانا، واكيد هنلاقي ناس هنا وحشانا. اليوم العيد، لبس الجديد، والفرح قريب والكل سعيد. يلا البلالين هتطير لبعيد. لان انا استغلالي